عم انا معاك، اي دوله في الدنيا تقدر ان هي تطبع فلوس وتسدد الديون اللي عليها وخلاص، بس اللي انت مش واخد بالك منه ان اسعارك بتزيد وقيمه عملتك بتقل وانت ما بتنتجش، لانك لما طبعت كميه الفلوس زادت في السوق، فالناس بقى معاها فلوس كتير بدات تنزل تشتري المنتجات والاحتياجات الاساسيه زي الزيت والسكر واللحمه وهكذا، وهم كميتهم محدوده فكميتهم هتقل في السوق، فالتجار هيبداوا يعلوا السعر لان الكميه قليله والطلب كبير، فالناس تشتكي ان الاسعار زادت فتضطر ان انت تطبع تاني عشان تعلي المرتبات، فالناس تنزل تشتري الاحتياجات الاساسيه فالاسعار تزيد تاني، وهكذا بقى دوامه مش هنخلص. ولو ما اتحكمتش في الموضوع ده هتلاقي عملتك بتنهار والاسعار عاليه جدا لدرجه ان البيضه بقت بمليون و2 مليون والفلوس بقت تترمى في الشارع زي ما حصل في المانيا لما الفرنك انهار، والصوره الشهيره بتاعت العيال اللي بيلعبوا بفلوس في الشارع دي انتشرت. هل ده معناه يا يوسف ان مفيش دوله يعني بتطبع فلوس وتسدد الديون اللي عليها؟ لا، في دول بتعمل كده، فرق ان الدول دي مش بتطبع عمال على بطال، وثانيا عندها اقتصاد قوي وانتاج قوي يعوض الفرق ده، زي مثلا الصين. يعني لو خدت بالك اليوان الصيني مقابل الدولار الامريكي اقل منه، ولكن المنتج الصيني مقارنه بالمنتج الامريكي لا ينافسه وممكن يتفوق عليه جدا. بالتالي هنا طباعه الفلوس بيبقى ميزه للصين لان عملتهم بتقل ولكن انتاجهم بكفاءه عاليه، فالناس تروح تشتري منهم لان منتجاتهم كويسه جودتها كويسه وسعرهم قليل، فعارفين يعوضوا الفرق اللي بيحصل ده. وطبعا كل الكلام ده على حسب فهم انا الشخصي، يعني انا مش استاذ صلاح جود الله يرحمه، ربنا يستر علينا وعليكم يا عم.